قصة التذاكر نتاعها طيلة الأسبوع اليوم عارف خلينا نعمل فكرة عليها. مرحبا بك، اهلا وسهلا وكل عام وانت حي بخير الساعه. اهلا بارك الله فيك. عيدنا معناها اليوم جي تي سي صحيح؟ العيد عيدين وهذا الموعد اللي نستناوه من العام العام. صحيح. ايام قرطاج المسرحيه ديما انت بالذات تكون في الموعد، والمسرحيين كذلك، والجمهور المحب للفن الرابع يكون متواجد ان شاء الله في القاعه. اليوم فما لما مسرحيه حلوه برشا، رينا برشا وجوه فنيه حاضره، الندوه الصحفيه زايده. بالفعل، لانه قاعه معناها تعرف احنا مالي العرس، دونك الضيوف هما ما همش ضيوف، هما الحق مسرحيين ممثلين ومخرجين يجيو يساندوا ايام قرطاج المسرحيه اللي هي علمتنا الكل. وانا تابعتها من اول دوره من 83. الله يرحم منصف السويسي كان فتح لنا المجال لما كنا طلبه في المعهد العالي للفن المسرحي. فالسنه اخترنا محور اللي هو المسرح وعي وتغيير، المسرح نبض الشارع، واللي هو الحقيقة معناه يندرج في محور المسرح والمجتمع. تعرفوا لشكون تعمل فيه؟ قال لك مولى الجمهور. يلزمك تبدا معناها متحاور وتبدا تسأل باش توصل لنتائج طالبها منك، الناس طالبينهم منك. يعني الجمهور، مسرح بلا جمهور يبقى مسرح نخبوي، ويبقى مسرح للقراءة في الكتب وليس للحضور الفعلي كمواطن تتابع مسرح يهتم بيك ويحاور ويقدم القضايا نتاع المجتمع. ايام قرطاج المسرحيه من دوره لدوره فما تميز، فما تنوع، ايضا فما رهان، فما تجديد، والمسرح دائما يشتغل على التجديد وروح جديده من خلال العديد من الفقرات والاقسام. بالفعل، هو طبعا احنا ما نجموش نقعدوا نعاودوا في نفس المساله، لذلك فضلنا السنه الحق معناها وانه بدل الندوه الفكريه الدوليه نقوم بمنتدى فكري فني دولي كذلك، ودعينا عديد الاقطاب الفنيه، مثلا من تونس فما فضل الجعايبي، فما توفيق الجبالي، فما عز الدين المدني كاتبنا الشهير، وكذلك محمد مسعود إدريس الباحث في علم الاجتماع واللي تلمذ على ايدين جون ديفينيو معناه. فبالتالي هذا شيء جديد، وكذلك فما دعوة لعديد المخرجين والصناع الفرجة من مصر، مثلا دكتور خالد جلال، من السودان فما السفير علي مهدي اللي هو عنده مرتبة طبعا في اليونسكو، وكذلك في المعهد الدولي للمسرح، إلى جانب مثلا فابيو توليدي جينا من مركز المعهد الدولي للمسرح الإيطالي، باش يتحدث كذلك على تجربته، لأنه هو جامعي ويعني باحث في المسرح المتوسطي، ويهمه كذلك الحديث على المسرح التونسي، كيفاش هم يتقبلوه وكيفاش يلقى صورة المسرح الإيطالي والأوروبي في المسرح التونسي. فيعني الفورум باش يكون حاجة مميزة. كذلك فما احتفاء بالمتحصلين على شهادة الدكتوراه باش نعرضوا البحوث نتاعهم والأطروحات اللي صاغوها معناها وتحصلوا بها على شهادة، باش يكون هذا أولى الأعمال الأقسام الفكرية، يعني باش يكون المشرف على المسألة البروفيسور الأسعد الجاموسي.
المسرح ديما جديد، ديما متجدد، حتى في العرض بيدو كي تمشي له مرة أخرى تلقاه ديما فيه جديد. إذا هذه سمة المسرح بصفة عامة. جديد السنة بخلاف العروض اللي هي عروض قيمة جدا، مسابقة رسمية من مستوى عالي كبير برشا. يبدو أنه حسب يعني لجان المشاهدة أني منذ سنوات ما شفناش مستوى مش يكون عالي وتنافس كبير في المسابقة الرسمية. السنان كذلك هناك حضور للمسرح الأفريقي في المسابقة الرسمية، كما نقولوا احنا ينجم ينافس بشدة. المنتدى اللي هي الندوة الفكرية اليوم كأنه خذينا قلبنا الشيء هكا بالعكس، عوض أنه تكون محاضرات مكتوبة ومداخلات فكرية وكلام على الكلام يعني مكتوب ويجي يسمعوه كان النخبة من قراءة من الورقة. هذيك هي قراءة من الورقة، ويلزم يكون عندك حاملة وراك فكر معين، معناتها مستوى معين أكاديمي باش تنجم تكون حاضر وتناقش في الندوات هذه. اليوم أصبحت الفكرة أن يكون منتدى فورم تداعيات سؤال جواب لمسار ثقافي إبداعي فكري مهم لقامات ما تغيب على حتى حد، الصغير والكبير، يعرف الفاضل الجهايبي ويعرف توفيق الجبالي ويعرف عز الدين المدني ويعرف باتريس بافيس، يعرف يعني هناك قامات، خالد جلال اليوم في الساحة العربية الفنية المصرية اليوم في خطوة توثيقية يمكن ما حكيناش عليها في الندوة الصحفية. اليوم الشهادات هذه راهي شهادات ستوثق فيديو ومش تخرج في شكل تصوير كأنه تصوير يعني توثيقي مهم مرجعي لليوم والغدوة وللأجيال القادمة، ويقعد في التاريخ ويخرج كذلك موثق ومكتوب في كتب. الدورة 26 الأيام قرطاج المسرحية، 83 عرض باش يكونوا موجودين معنا. افتتاح باش يكون بزوز عروض كبيرة. من نهار الأول باش يكون عندنا الملك لير يحيى الفخراني، من بعد باش تبدا المسابقة الرسمية في اليوم الموالي. 12 عرض باش يتسابقوا على جوائز المهرجان السبعة، 12 عرض من تونس، من الوطن العربي والافريقي. تونس باش يمثلوها زوز عروض، جاكارندا النزار السعيدي والهاربات الوفاة طبوبي، اللي من اسبوع كانوا اقتسموا فيما بينهما جوائز مواسم الابداع. بالضبط بالتوازي الأطفال عندهم نصيب، باش يكون عندنا 12 عرض للأطفال، 15 عرض ميناء العالم. وممكن من أهم العروض اللي باش تكون موجودة في الدورة هذه هو عرض أموري لواحد من أهم المخرجين في العالم اليوم اللي هو بيبو ديلبونو. مسرح الحرية طبعا تحية إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح اللي هي ديما معنا، ووزارة العدل اللي هي ما توخرش بالكل أن هي تكون مساندة لأيام قرطاج المسرحية ومساهمة بقسم كبير. القسم هذا معشوق الجماهير، القسم هذايا يعشقوه العرب والتوانسة ويبداو يسألوا عليه هل ترى موجود وإلا مش موجود. موجود، قسم مسرح الحرية موجود، هي إبداعات للمودعين في السجون وفي الإصلاحيات، نساء رجال أطفال. ايش تعرف انت لوجيعة تخرج الابداع، الضغط يمكن يخرج كذلك الابداع. علاش يخرج عنف؟ اليوم التوجه هذايا حتى من الهيئة أن توفر للمساجين داخل المؤسسات السجنية توفر لهم يعني الممارسة الإبداعية. باش نحكي شوية على العروض اللي في المسابقة الرسمية، لأن نعتبر المسابقة السنة مسابقة قوية وفيها أنماط مسرحية مختلفة. معناها باش نشوفوا برشا مسرحيات مختلفة في النمط، والمسرح مسارح، وهذا شيء مهم على الآخر أن نشوفوا مسابقة قوية. وحتى الأعمال اللي هي من وسط إفريقيا وجنوبها السنة تدافع على نفسها بامتياز، الخاطر في دورات سابقة ساعات نحاولوا نلقاو زوز أعمال يمثلوا
وسط القاره وجنوبها، لكن سنة عن استحقاق، ونتصور باش يكون عندهم حتى ما يقولوا في رواحهم في الجوائز، وهذا شيء مهم على الاخر. السنة الدورة هذه الدورة 26 البرمجة كانت متنوعة، عنا ما نحضروا عنا ما نشوفوا، باش نتمتعوا أكيد. اللي عجبني برشا في الدورة هذه أنه الفورام اللي جاء في بلاصة الندوة يظهر لي مهم أنك مبدعين كبار أنك يكون في تواصل مباشر، باش يحكيوا على مسيرتهم، على ابداعاتهم. يعني من اجمل ما باش تقدمه لنا الدوره هي هذايا الفورام.